هنعمل النهارده المراية الترندي التحفة دي، انتوا مش متخيلين هي سهلة ازاي، بجد بسيطة قوي واي حد مبتدئ ممكن ينفذها. اول حاجة هنحتاج كرتونة، طبعا المراية اللي هنشتغل عليها بشوف مقاسها كام الاول عشان اظبط مقاس الكرتونة. المراية اللي معايا دي كان قطرها 16 سنتي، فانا كده محتاجة ارسم الدايرة الكبيرة بقطر 18 سنتي، يعني اكبر من المراية ب2 سنتي. بعد كده هرسم دايرة صغيرة جوه الدايرة الكبيرة قطرها 14 سنتي، يعني برضو اصغر من المراية ب2 سنتي. فبنفس الطريقة دي هتظبطوا مقاس الدواير حسب مقاس المراية اللي معاكم. وعشان اقص الكرتون مظبوط بمشي على الخطوط اللي انا عايزه اقطعها، بس مش بقطعها يعني، انا بس بحدد المكان اللي انا عايزه اقطعه. بعد كده بقصها بالقطر. كل اللي هنحتاجه بقى من الكلام ده هو الاطار الكرتون ده بس. بعد كده هنحتاج اي كرتونه تساعدنا في لف الخيوط، وبالمناسبة الكرتونة دي كان طولها 10 سنتي. استخدمت خيط الخيش، وممكن كمان تستخدموا خيط مكرمية بيبقى حلو قوي. بلفه على الكرتونة كده وبعدين بقصه من تحت. هنحتاج طبعا شوية خيوط حلوين. الخيط اللي معايا ده رفيع جدا، فانا بمسك 5 خيوط مع بعض بتنيهم بالنص كده وبثبتهم بالشكل ده في الاطار الكرتون. انتوا طبعا ممكن تستخدموا مكان الاطار الكرتون ده طارة خشب او بلاستيك، بس النتيجة كده كده قريبة، يعني هتشوفوا الشكل في الاخر. الاطار الكرتون طالع شكله حلو قوي، مش باين انه كرتون اصلا. طريقة تثبيت الخيوط على الطارة سهلة جدا زي ما انتوا شايفين كده، هتاخد منكم بس شوية وقت، بس هتستمتعوا وانتوا بتعملوها. بعد كده هنقلبها ونحط على الإطار كله شمع، وبقلب المراية كمان وبلزقها في النص كده. وهي بقى لحد هنا شكلها تحفة وممكن تسيبوها كده، بس أنا هكمل الشكل اللي دايما بنشوفه اللي هو بيبقى فيه الخشب ده، بيبقى شكله حلو قوي ومميز. وعشان أسهل على نفسي تثبيتهم على المراية جمعتهم في الخيط الأول، وبعد كده بحط شمع على المراية وبثبتهم بالشكل ده، فبيبقى أسهل كتير من إني أرصهم واحدة واحدة. وبس كده خلصت، شكلها طلع تحفة وكنت فرحانة بيها قوي. ده غير ان وزنها خفيف قوي، ولزقتها على الحيطة بدبل فيس. طبعا ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم.